بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الدرس قلنا نتكلم عن التاريخ الإسلامي، ولكن لنفهم السنوات الأولى من التاريخ الإسلامي نحتاج أن نفهم الجيل الأولى من الأمة الإسلامية وهم الصحابة رضي الله عن الجميع. علينا أن نعلم ونتعرف ونفهم مكانة الصحابة في الإسلام، وبعد ذلك إن شاء الله سنتكلم عن التاريخ الإسلامي بإذن الله تعالى. برايد عزيز أميرو بحث تاريخ إسلامي بكن ليجبونك أم باش تاريخ إسلامي فهم بكن لازم أم بكرمانجي دبيجن چه نزانم جيل چیه بكردي نفشه جراد بيجن نفشه يعني جنراسيون ام ساكنون بيجن نفشه عول نسل عول امه اسلامي ام جران وان فهم كن او نسل عول جي ام جوانات بيجن صحابه جبونك ام تاريخ اسلامي خصوصا او 45 سال عول او تمل دوله اسلامي وقتك هذا افيتن جبونك ام باش فهم بكن كيماني نكفيكي ام لازمه فهم بكن او نفشا عول او نسل عول كينه چه كسن قيمته وان چه اسلامي چه مكانته چه روله كدايه وان پیغمبر گوته چه جواره عليه الصلاه والسلام رب العالمين در حق وان دا چه گوته لازمه ام فيها فهم بكن جبونك ام فيها فهم بكن ام محتاجه صحابيانا محتاجه قيمته صحابيه فهم بكن روله وان ده تاريخ اسلامي ده. طبعا لماذا نحتاج ان نفهم مكانه الصحابه؟ هذا شيء مهم، لاننا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هم الذين نقلوا لنا الوحي الإلهي والوحي أو نقول السنة النبوية، هم الذين نقلوا إلينا. إذا لم نعرف هذا الجيل الذي نقلوا إلينا القرآن والسنة سنخربط في الأمور كثيرا، ولكن إذا عرفنا من هم وكيف علينا أن نتعامل معهم فنحتاج أن نعرف هؤلاء الصحابة. أولا نحن لماذا نحتاج أن نتكلم عن الصحابة؟ لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن، نقلوا لنا سنة رسول صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا تطبيق الرسول للإسلام. هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا، وإلا لكنا جهلاء بتاريخ الإسلام وبالإسلام أجمع. هذا أولا نحتاج حتى نعلم من هؤلاء الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. هذا أولا. نقطة أول أم كما محتاج أم صحابية فهم بكن كما سببي لو را صحابي أو بخنا كجمرة قرآن بيروس أو سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم جمرة آنين وانتظار القرآن نفساندش پیغمبر رانات كتابة كيبه هاشتا في كتابة آنين وحي بخبرداني يعني الشفوي أم جراد بيجن خبردان نرويجيات بيجن منتلي جو وحيش پیغمبر بخبرداني هاد پیغمبر داوید گو بنفسینه ده نفساندن لیوان حفظ کرد جیلکی جمره آنی عینی او صحابنه حدیث پیغمبر خبرداناوی تطبیق پیغمبر جو قرآن را اوان جمره گو اگر او نبونا ما نظام بو امل میج بکن ما نظام بو امل چوا زکات اخو بدن حج اخو ما نظام بو امل چوا بکن اوان صحابیه جمره آنی لما كيجبونه ام اسلام باش فعم بكن سبب اول ام محتاج صحابيه فعم بكن لو افان صحابيه جمره قراني اني جمره سنه پیغمبر اني تطبيق پیغمبر اني عليه الصلاه والسلام. ابي نقطه اول ام محتاج افان صحابينا ام جانبا صحابي في فايده جياند ما في فايده اني جيشت امه اسلاميه. يعني الصحابه نحن بحاجه اليهم لانهم هم الذين نقلوا لنا القران ونقلوا لنا السنه ونقلوا لنا كل الأحكام الفقهية خصوصا الذي يتعلق بعمل الرسول التطبيقية. هم الذين نقلوا إلينا كيفية الصلاة وكيفية الحج وما إلى ذلك من الأمور الذي قال الرسول خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي وما إلى ذلك. نحن بحاجة أو كنا نحتاج أن نسمع شيئا من الرسول إما سمعا وإما رؤية، فهؤلاء هم الذين نقلوا إلينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. يعني جناحية عبادة تجي فيها قد بيرفانك قالوا جماعته تشتكوا هاد قوتن عبادة كسكي نقرش كيف أخذ تشتكي درخه يعني أم بيجن عالمك ورا مازن ورا بيجا والله من أزبياب كم عبادة أبي تشتكي خوش حق منينه تشتكي بو عبادة فقه إسلامي ده دين إسلامي ده
يا ربي عالمش مرض بجا يا پیغمبریش مرا گوت یا وکی دی فلان امام فلان شیخ فلان صحابه از ویا درخم براویاج به سنت کی نه تکس کی نکاره هنک تشت هن عالم بجن اویاج ای به سنت چما دبی لورا پیغمبر تشت کی وکای کریه اویاج بلکی وکای بلوما نکوش کیف اخدرت خم اویا و ویا دبی وکا هبن کو اف سنت به ان شاء الله افجد به سنت يعني وکی دی تشتكيش بريكا خو كسكي نكارة دخل بجابية سنة لو ما محتاجة صحابيانا. شيء آخر كذلك في غاية الأهمية، حينما كان الرسول على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم خلاص رأينا وسمعنا كيف كان يطبق وحي الله عز وجل، والصحابة هكذا كانوا يرون وينظرون إلى الذي نزل عليه الوحي كيف يطبق. طيب بعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى رفيق الأعلى وحصل شيء جديد، الوحي بينهم ولكن الذي نزل عليه الوحي ليس بينهم، كيف سيتعاملون مع القرآن؟ فنحن رأينا حينما نظرنا إلى الصحابة رأيناهم كيف يتعاملون مع الوحي الذي نزل على رجل وهذا رجل غير موجود. عليهم أن يفهموا ما فهموا من الذي نزل عليه الوحي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما رأوا إلى الرسول وعاملوه وتعلموا من الرسول التعامل مع السنة أو مع الكتاب الله مع الوحي، فبعدما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى رأيناهم كيف يتعاملون مع الوحي، فنحن نتعلم هكذا. هل يقبلون هذا أو يضربون القرآن بعضه في بعض أم يحاولوا أن يجمع بين الأمور أو يقول كيف قام الرسول بحل هذا الأمر؟ فنحن كذلك نحتاج إلى الصحابة لأنهم هم أول نسل أو أول جيل في الأمة الإسلامية الذي صادفوا وحيا بلا من نزل عليه الوحي، فكيف تعاملوا؟ فنحن لذلك نحتاج أن نتعلم سيرة هؤلاء الأشخاص الذين نزل على رسولهم أو على رسولنا جميع الوحي، وهذا الرسول انتقل إلى رحمة الله وانتقل إلى جوار ربه وبقى القرآن بينهم، وكيف يتعاملون، وخصوصا إذا أتى لهم أمر جديد، أمر لم يكن موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أمور جديدة يحصل في الدنيا حينما يتطور المعيشة في الدنيا، كيف سيفهمون ويستنبطون الأمور؟ نحن لذلك نحتاج إلى الصحابة، نفهم كيف تصوروا، كيف فكروا، كيف ناقشوا، كيف حلوا المشاكل، نحتاج إليهم. نقطة كادني أم كما محتاج صحابيان ونزانن وحي شكرا هات قرآن شكرا هات حضرت محمد رهات صلى الله عليه وسلم هات پیغمبر دکتر بو ام بیشن خودت بجا مشترا وحی شاندیت وی وحی ملت را شیرو بک شیرو یعنی یورم که açıklamayı بکن. پیغمبر وفات کرد اوان صحابیا درس کی ددن مدبه اگر کو وحی هات وحی قرآنه پیغمبر جی وفات کرد مسئله کنوچی بو امی چه بکن امی چه بکن امی چه واش قرآن فهم بکن امی تماشا کن که پیغمبر چواد داود سن دردکی چه ببونه و پیغمبر درمان دکله ایرو درده هی و پیغمبر تنه علیه الصلاة والسلام امی چه بکن وی درده هانی امی وی مسئله چه درمان کن ام محتاج صحابیانه لورا اوان انسانانه اوی کسردست پیغمبر مزن بون فهم کرن تماشا کرن دیتن پیغمبر درده چه درمان دکه یعنی تدی وقت دکتوری دا دکتر هنه و آسیستنت دکتر هنه آسیستن بکردید بین شاگرد وان دکتر جمدست وان هینه عملیات دبن هینه درمان و درزی و تشتا دبن روکی تیدی او دکتر یعنی تنه اوانات بن دکتر ایجا او عملیات درزی و تشتا دکن پیغمبر وفات کرد اوان انسان اکو 23 سال و حتی بجن روژه که جن پیغمبر بون اوانا که تشتکیش پیغمبر فهم نکر بن ایرو امیرابن بجن از وهابكم لو رأيرون إنك بسلمان ما ينودر كتنا هيك مسألة ديني درمان دكن إجا طبعا عالم درتين دبي حيرة كأنه قرآن نوهاتي قرآن 1400 صلاهاتي إجا 1400 صالح حتى يرو كسكش قرآن فهمنا كتيرا بنو فهم كي معناه كي مرة لقيكي خصوصا مسألة حلال وحرام مسألة شرعي جبروي هواي ام دبيجن ام محتاجن كو صحابيه فعم بكن كينا قدر وقيمته فان صحابيه هاني تشيه حتى كم فان صحابيه هاني فعم بكن. طبعا الصحابه اولا بدانا قلنا لماذا نحتاج واليوم نتكلم من هم الصحابه. الصحابه العلماء اتفقوا او نقول ربما الغالب يقول هو الذي رآه الرسول او هو الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ومات على الايمان، هؤلاء هم الصحابه.
إما هو رأى الرسول أو رآه الرسول، قد يكون أعمى. فهناك صحابة لم يكن عندهم رؤية العين، يعني أعمى. عبد الله بن أم مكتوم هو من أحدهم، ولكن آمن بالرسول والرسول كان على قيد الحياة والرسول رآه. يعني الصحابة هم الذين عاشوا الرسول، عاشوه على الإيمان، رأوه أو رآهم الرسول. ولكن الذي آمن بالرسول بعيدا لم يراه فلا لا نقول له صحابي، نقول له تابعي، هو لم يرى الرسول. هناك من أسلم ولكن كان بعيدا، نجاشي آمن بالرسول ولكن لم يراه، فيعتبر من التابعين لأنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة، مختصر الأمر. صحابة كي إجا أجبر بيج مزانن، صحابة كينا مزانن أساتي خمبيراوة. صحابة دبي هر مسلمانه كيو پیغمبر ديتبد حياة خدا، يا جي پیغمبر ويديتيه. چما بجن پیغمبر ويديتيه بلکه او كورا چعبي نديتيه. و ایمان پیغمبر جي آنيال سر ایمان جي مريه. يعني ميرك پیغمبر ديت لي كافر بو، پشتك پیغمبر مر بو مسلمان، او جرانا قوتن صحابي جرا پیغمبر الحياة ديت به. يعني پیغمبر ساخه او جي ساخه و بيا مسلمان، و پیغمبر وفات كر او جي سر ایمان مر، او جراته قوتن صحابه. لأبي كصحاب پیغمبر وی ندید به، یا جوی پیغمبر ندید به، جی کا دور به ایمان آنی به، جوی انسان رام نابجن صحابه مد بجن تابعی أبي صحابيه ديتيه. يعني صحابي وان كسي پیغمبر ديتن و ایمان پیغمبر آنین سر ایمان جی وفات کرنج وان انسان رانته قوتن صحابي أبانا أبن. أولا مكانة الصحابة، هناك آيات وهناك أحاديث نبوية الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الصحابة. أولا طبعا فلنعلم جيدا الصحابة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الطبري: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي بينهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني الرسول يحذر الذي يتطاول على الصحابة. الله اختاره واختار له أصحابا ليكونوا عونا له على أداء هذه المهمة. إذن الصحابة جيل اختارهم الله عز وجل وجعل لهم هذا المكان، فعلينا أن نتأدب مع الذي اختاره الله أن يكون صاحبا وصديقا ورفيقا لرسولنا ولا نتطاول عليه. صحابة إجا پیغمبر حديثك خدا دبي خدا من كريا پیغمبر هل بجارتن وزانت يعني بكرديد به هل بجارتن يعني سچمك دبي خدا مگوتت پیغمبر جمرا و واناجي كريا صحابه جي وان انسانش كريا صحابيه من كريا هوال من پیغمبر ياد بيجا دناوا وان صحابيه دا خزور هنا زاوا هنا وزير هنا وزير ابيكو كلكا پیغمبرن. يعني دبي مكملي ويا راسته وساكنو ام بيجن دبي امان كس كي زمان خلوان دريج نك كي زمان خلوان دريج بك كي بأدبي الهمبر وان بك لعنتك لوان بين لعنته خديج لوانا. يعني افياد بقى قهدار من زمان خلوان دريج نكن وانا انسان كو اللي كيلكا منن وانا ربي عالمي وان كريا هوالي من. اولا كذلك ننظر الى الصحابه نظرتنا اليهم بانهم عدول، لا نتطاول على احد منهم، وان صدر شيء منهم ربما نعترض عليه ولكن نقول عدول. كما هناك عندنا قاعده: المجتهد اذا اصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد. لا نتطاول ولا نحترض ولا نقلل الأدب ولا نسب هذا ولا نشتم هذا، نقول صحابة رضي الله عن الجميع، وما حصل بينهم وصدر منهم فأمرهم إلى ربهم خلاص. لا، ليس من حقنا أن نتطاول ونتكلم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هكذا نقول، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا دعاؤنا. هم الذين هم أهل الهجرة وأهل الجهاد، أهل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين بذلوا الدم والمال والنفس والأهل والأولاد لنصرة الله ونصرة رسوله. فالذي عمل هكذا للإسلام كيف من حقنا نتطاول عليه؟ فعلينا أن نعلم حدودنا ولا نقلل الأدب في حقهم. الصحابة بكرتاي امد بجن صحابي پیغمبر تف اهل عدالتنا. عدالت كلمه كفر مزند اسلام دا، يعني انسان درو منافقتي شيطاني حيلتي الجماعتنا. عدالت ابا معنوي يجي امد بجن عدول عدل معنوي، يعني ايمانا وم قوته دريا خدي دا شونه شيطانيه نكنا خرابيه نكنا بامريه خدي نكرنا ابي نقطه عول. بلكي وهنكي تاريخ خوانديه من درس اتي ان شاء الله بجن بروبلم نابره صحابيه دا چي بو چد ببرابه
ام حقيمتنا مسمانه خود ريش كنا بيجن فلان كاس بأدب وفلان كاس ظالم وفلان كاس دزبو نا حقيمتنا اوي خدای گوته ته حواله پیغمبری از چه را مسمانه خود دريج بكم عيبين اجمرا حقيمتنا بني صحابيه چكر جبون خدای هجرت کرن جبون خدای مال خویشتن زاروکی خویشتن جنا خویشتن باوی خویشتن هر تشت خویشتن جبون خدای مال خدان جان خدان ذریت خدان جبون خدای باوی خود کشت یا جباوی خورا دگازی تبوکجم جبون خدای ابي زاروکی خورا شرط کرد دگازی تبوکجم ابو بكر الصديق ده حرب بدر ده ببون حرب اري بدر لا يوي اجا نبي ابو سلمان باوي خراد بي اجي هاتبو من نتخواست ازتم راستي هفورم جبون ازتم شر نكن ابو بكر صحاب سلمان او كافره دبي خدوره تدا جبون ام راستي افنيني ابو بكر دبي قلت والله متبدي تم تعفو نذكر تعفو نذكر يعني ما دام تنياري خدي پیغمبر خدي والله تعفو نذكر یکی وقت بیا مال خطب جبون خدي هاتو هجرت كر از کارم زمان خله دريش حقم چیه يعني از باش لمج ناكم لمج نورمال عردم خاليه نرمه واوا گرم واوا سرمایه والله الله از باش لمج ناكم اوان انسان كل مج تكرن جبون ایمان هاتم کشتم اجا رب زمان خلوان دريج بكم از قرشکی پره حتی دم چعبه من درته حذر منت الخدي دكم خدي من حذر قرون پره دایته اوان صحابيه مال خطب جبون خدي ددان كافر کی باطل پیغمبر کتا چون خدام پیشید گبر عولی سر ما که سر ما بشکی ایمان منو وانو نبا که امس کم پیش هزار حب دواری کافر سر من که بتشکی منابه اوان چون خدا پیشاوی یعنی پیغمبر گفتن فداک ابي و امي دی بابم قربانات به کیت کار بی میرانی بک ایجا مراب زمان خود ریشکن جبروی اوانا گرم زارم صحابه اوان کسی کجبون خدای اوقا زحمت و اذیت و درد و کلادیتن حقمتنا وكم زمان خلوان دريج بكين كذلك مدحهم الله عز وجل في القرآن الأنصار والمهاجرون وبين الله بأنه قد رضي عنهم جميعا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا هكذا يتكلم الله عز وجل يمدحهم بأن الله قد رضي عنهم الذي يكون الله قد راضيا عنهم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا المهاجر أهل مكة آووا ونصروا أهل المدينة أولئك هم المؤمنون حقا الذي قال الله في حق هم مؤمنون حقا فكيف من حقنا أن نتكلم وأن نفرق لا هذا عمل هكذا وهذا عمل هكذا ليس من حقنا فما دام الله عز وجل وصفهم بأنهم مؤمنون حقا وقال لهم مغفرة ورزق كريم ليس من حق العبد المذنب أن يتطاول على ربه ويقول لا قد أخطأت في هذا ربي وهذا كان عمل هكذا وأنت ما شفت وأنت ما تتذكر لا ليس من حقنا أن نقلل الأدب في حق الله عز وجل وقد قال الله عز وجل في مكان أخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا أتوا بعدهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يكون راضي إذا رضي الله عن شخص بعد ذلك يقول الله ندمت على رضاك لا يقول الله في هذا الكلام يعني الله حينما يقول رضيت خلاص لأن الله عليم وخبير ليس مثلنا نحن نرضى وبعد ذلك نندم لأننا لا نرى ما سيجري في المستقبل فإذا قال الله في حق عبدي أنا راض عنك وبعد ذلك معلش والله نسيت أنا كنت غلطان هذا ما ينفع مع الله عز وجل فإذا قال الله رضي عنهم ورضوا عنه خلاص هذا مستمر إلى يوم القيامة تشتكي دني در حق صحابيه در زمان بن خدای عز وجل دبیجه مهاجر مزانن کینه اوی هجرت کرنه بکردید بین پنابر هجرت کرنه اوی کش مکه هاتنه مدینه اش باجا او مهاجر انصار اوی مدینه کمال خوش پیغمبر را وکرن گو سرچه و کرم که خدای دبیجه اجهر دیج راضی بومه مهاجر و انصار خدای دبیجه اوانا مسلمان راستن ها نابه اب دروانه نقوتي مسلمون حقا قوتي مؤمنون مؤمن ابي كتيا قلبي وان ايمان دلي وان داي نبز ماني خو خدي قوتي ايمان كتيا دلي وان وانا مسلماني حقا ايات كادنا ده خدي عز وجل دبيجه ابي كزو هجرات كرنا وابي كزو جهاد كنا وابي بشتي وان جهاتنا اجوان راضي بوما معنى راضي بما زانه چه زمان عربي ده نكو از راضي بوما يعني زمان چوي ده دو بيرو 100 سال بره راضي بوما خدای کو بجاز راسی بو مد بک خدای پاشه بجا والله مخشبیر واکر گله من گوتم کیمانی کی کر حاشا هناك انسان وان آیت خدای جا پید لیزن گوتی اجوان راضی بو ملز انا ناراضی من دوش نحس کر از ایروش تحسناکم تشتی وهاتنا خدای راضی بو به رب عالم راضیه او خیر و مقامک و درجه کا ما زندایوان
كذلك الله عز وجل يمدحهم بأنهم أهل الوفاء، وهم حقا رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا كلمة صعبة لا يستطيع أحد أن يقول في أحد هذا رجل 100%، ولكن الله عز وجل يمدحها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فبعضهم مات وبعضهم ما زال على قيد الحياة. هذا كذلك مدح من الله في حقهم، فعلينا التأدب معهم. آياتك أدنيسا خدي عز وجل دبيجا وانا ظلام تماما ها مير ظلام كرمانجي ظلام يعني مير يعني غير شكتن دبي ميركي تماما. خدي قوتيا جوانجي مؤمنة هناك ظلام هنا شهيد كتنا هناك جال حياتنا قصة صحابية هناك جوان شهيد كتن هناك جوان وفاة كتن هناك جوان حياتهم بردوامه. خدي دبيجا صوزي كدان خدي خوي صوزي خنا يعني أوا نكرن صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صوزي كدان خدي خوي صوزي خمان. إما مثلا إيرون تين جامعة من يا ربي ما توبة زي دي المشكم صبي مناين جامعة خلاص توبة ما قديها كرديد بين توبة بزني يعني قديها مناينة، أما فانا حتى مرني خوي صوزا خبون. خدي عز وجل دبجات تشتكي حيلك ديني خدي دانا كرن فانا دوام كرن. طبعا الله عز وجل رضي عنهم، وبأنه رضي عن الجميع. الله عز وجل هكذا يمدح ويبين بأنه قد رضي عن الجميع، الذي هاجر والذي قتل والذي تصدق في سبيل الله والذي يعني سواء قبل الفتح أو بعد الفتح. هناك من يجعل فرق بين من هاجر أو بين من آمن بعد الفتح، كأن الذي آمن بعد الفتح يعني لا نستطيع أن نقول له صحابة، ولكن الله عز وجل يقول هذا لا. وكلا وعد الله الحسنى، حينما يقول في حق الجميعين وعد الله الحسنى الذي هاجر قبل الهجرة أو الذي بعد الفتح مكة، يعني فتح مكة وقبله وبعدها الله يقول قد وعدت الجميع الحسنى مني. فإذا لا نستطيع أن نتطاول، وإن كان هناك فرق بينهم ولكن ليس بالنسبة لنا فرق بينهم بالنسبة إليهم. أما بالنسبة لنا أصغر الصحابة سنا وأقلهم عملا أفضل من أعظم الأولياء في هذا الأمة. هكذا مختصر الأمر. مثلا نحن نقول الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ الكبير، الإمام المالك، الإمام الشافعي، أصغر صحابة عمرا وأقلهم عملا في سبيل الله أعظم منهم مكانة، وانتهى خلاص. تشتكي دنيا خدي عز وجل جبير مانا كنجارنا بلكي هناك إنسان شد بيجن دبيت تمام ده أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه فانا ظلام اللي إيك بشت فتحة مكي بنا مسلمان ها أو نيف ظلاما بيقوت نجوان راد بين ها أواد بين خدي بخد قرآن دا دبيجا دبي واني كبريا فتحة مكي بنا مسلمان وجهاد كرنا وأبي بشت فتحة مكي هردو نوكا هبن مقام إيه عولج إيه دوية بالانترا فقط دبي من صوز خيري داية هردياجي هردو الجمل مقام وان بلنده دناوا خدا مقام وان نوكاهبا، يعني أبو بكر رضي الله عنه ومعاوية نوكاهبن، علي وأنبيجن أبو سفيان نوكاهبن، يعني يكجي كيبل انترا ما نلقورامه لقوراوان جبروي أم نكارن زمان خدريش كم بين فلانكاس خرابة فلانكاس بشوكة ما ظنن ناوا خدا مزند ناوا ما. وعلماء ما أهل السنة دبيجن شيء دبي أن صحابية بتشوك عمري بتشوكه أن صحابية كهندك خدمات الإسلامي راكريانة ميرت دس حد بيا مسلمان وبيغمبر ديتي وفات كده مثال اف صحاباش ان ولي مازنجي ماستره دنابا ماذا كي ولي مازن قال كان بين شيخ عبد القادر الجيلاني يا مازن له نابي ماذا خدي رحمه عليك يا عيسان صالح يا جي حسن بصري يا جي امام مالك يا جي امام حنيفي اوان امام تشقاس مازن براببن اوان صحابيه بتشوك ساجوانا ماسترن، يعني ابيا قاعده ما اهل السنه هي ام صحابيه پیغمبر قد بچوک ناکن زمان خلوان درج ناکن و پیغمبر جی گوتی امان آگهدار من زمان خل صحابيه من درج ناکن. هناك احاديث يقول الرسول لا تسبوا اصحابي منع الامه من سب الاصحاب دبجا زمان خل اصحاب من درج ناكن خبردان کی جوارا نبجن حديث كاد بخير امتي قرني ثم الذين يلونهم د امتا مدا ان ابي باك نسل باش نسلكم مديتيه قرن پیغمبر ابي کو پیغمبر دیتنا علیه الصلاه والسلام دبي آگهدار وان بن زمان خل وان درج ناكن. از دحب كلمات امام مالك وج امام احمد بخوينم دبي يقول الامام احمد اذا رايت احدا يذكر اصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الاسلام، خلاص اعلم بانه يتطاول
وليس مخلصا في إسلامه. دبي إمام أحمد كري حنبل دبي وكاديت يك زمان يقول صحابيات دريش كاد دبي بزام من أو شبه الإيمان وداهية أو نورماله شو زمان يقول صحابيات دريش كي أبيات بيجي قبول لكن إمام مالك دبي يقول إمام مالك في حق الذي يبغض الصحابة يقول إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا أصحابه حتى يقال رجل سوء لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هكذا يعني الصحابة والعلماء كانوا أذكياء جدا. يقول الذي يتطاول على الصحابة قصده يتطاول على الرسول، هذا مقدمة لإهانة الرسول أو التطاول على الرسول، حتى يقال في المستقبل لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. كيف يعقل رجل صالح مع أناس سيئين؟ إذن هذا كذلك سيء، إذن يستطيع أن يقضوا على الإسلام. فهذا خطة خبيثة، علينا أن نفهم وأن نكون واعين لهذا الأمر. إمام مالك شد بيجا قالوا جماعة دبي ودي شخصك زمان يقول صحابية دريش كير دبي بزان من أبيات خوازة زمان يقول بيخمبر دريش بك ولكن نكار عولي دريش بك دبي أزي بيجم صحابي خرابا إيه حتى تشم معنوي بكردي دبين شد بيت دوار وأشتاد بين بوك عم تفهم بك يعني أزي بيجم أبو بكر خرابة علي خرابة جبوني ملاتشي أم بيجن 7 سال باشا 6 سال باشا إنسان هاتن بيجن حيرة والله بدك محمد إنسان كيباش بنا فان خرابة رانات قاريا دماكي محمد خوشي خرابة جبوني متكار من ضربيل بيخمبر خن ربي عالمي حسكنا صحابي اختي خدلي ما مش صحابي بيخمبر يخرج حسبني إن شاء الله. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا محبة الصحابة كذلك، وإن شاء الله سنستمر في الأسبوع القادم حتى حفتاتي أمانتي خضاب ربي